النهاردة هنتعرف على 5 أسرار هتفجر عضلات الرجل. 5 أسرار حقيقية لتضخيم الرجل وبناء حجم يخليك مميز فعلاً. لو رجلك مش بتكبر رغم إنك بتلعب يوم رجل، يبقى غالباً المشكلة مش في التمرين نفسه، المشكلة في الطريقة. الرجل من أكبر المجموعات العضلية في الجسم، وعلشان تضخمها محتاج شغل تقيل، تخطيط ذكي وصبر. خليني أقولك أسرار ناس قليلة بس اللي بتطبقها صح. شفائيات. السر الأول: الأولوية للحركات المركبة التقيلة. مفيش تضخيم حقيقي من غير تمارين أساسية زي سكوات، ليج بريس، بلغاريان سبليت سكوات. الحركات دي بتشغل أكبر عدد ألياف عضلية في نفس الوقت، وبتخلي جسمك يفرز استجابة بنائية أعلى. لكن المهم مش إنك تشيل تقيل وخلاص، المهم إن الوزن يكون تقيل مع تحكم كامل. اشتغل في مدى 6 إلى 10 تكرارات في التمارين الأساسية، وركز إن آخر تكرارين يكونوا بصعوبة فعلية. ده اللي بيحفز ألياف الفاست تويتش المسؤولة عن الحجم الحقيقي. الرجل بتحب الشغل التقيل، بس الشغل التقيل الصح. السر التاني: عمق الحركة والتحكم أهم من الوزن. أكبر غلط بيوقف تضخيم الرجل هو إنك تلعب بنص حركة. سكوات من غير نزول كفاية يعني عضلة مش بتشتغل بالكامل. كل ما تزود المدى الحركي، كل ما تزود الشد العضلي، وكل ما تزود فرص النمو. النزول البطيء 2 إلى 3 ثواني بيضاعف الضغط على العضلة، وده بيزود الاستجابة العضلية. جرب تنزل ببطء، توقف لحظة تحت واطلع بقوة. هتحس إن الوزن بقى أثقل رغم إنه نفس الوزن، وده معناه إنك بدأت تلعب صح. السر الثالث: حجم تمرين عالي ومدروس. الرجل من العضلات اللي بتستحمل حجم تدريبي أكبر من الباي أو التراي مثلاً. لو بتلعب 6 مجموعات بس وتمشي، طبيعي مش هتشوف فرق. استهدف من 12 إلى 18 مجموعة فعلية في الحصة، مقسمة بين أمامي، خلفي، جلوتس، سمانة. لكن خلي بالك، الحجم العالي لازم يكون بجودة عالية، مش مجموعات شكلية. كل مجموعة لازم تكون قريبة من الفشل العضلي. الرجل بتكبر لما تضغط عليها فعلاً، مش لما تعدي اليوم وخلاص. السر الرابع: اهتم بالخلفية والجلوتس بجد. كتير جداً بيركز على العضلة الأمامية علشان هي اللي باينة، لكن الحقيقة إن السماكة الحقيقية للرجل بتيجي من الخلفية والجلوتس. تمارين زي رومانيان ديدليفت ولاج كيرل وهيب ثراست دي اللي بتدي الرجل شكل ممتلئ وقوي من كل الزوايا. كمان تقوية الخلفية بتحسن السكوات نفسه وبتقلل الإصابات. رجل متوازنة يعني تضخيم أسرع وقوة أعلى. السر الخامس: الأكل فائض سعرات حقيقي. خليني أكون واضحة معاك، مفيش تضخيم في عجز سعرات. لو عايز رجلك يكبر لازم جسمك يبقى عنده طاقة يبني بيها. استهدف إيه؟ بروتين كفاية يومياً حوالي 1.6 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزنك. كربوهيدرات كفاية علشان تزود الأداء. مية كفاية علشان التعافي. الرجل بتستهلك طاقة ضخمة في التمرين، ولو مش بتعوضها جسمك مش هيبني. السر السادس المهم جدا: التقدم التدريجي. لو نفس الأوزان بقالك شهرين، ما تستناش تضخيم. لازم كل فترة تزود وزن، أو تزود تكرار، أو تزود مجموعة. التقدم التدريجي هو المفتاح. العضلة بتكبر لما تحس إن في تحدي جديد. السر السابع: الراحة والنوم. الرجل مش بتكبر وانت بتتمرن، الرجل بتكبر وانت نايم. 7 ل 8 ساعات نوم يومياً عنصر أساسي. قلة نوم يعني هرمونات أقل، يعني تعافي أضعف، يعني تضخيم أبطأ. الخلاصة: لو عايز رجل ضخمة فعلاً، حركات مركبة تقيلة، مدى حركي كامل وتحكم بطيء، حجم تمرين عالي، اهتمام بالخلفية، فائض سعرات وبروتين كفاية، تقدم تدريجي مستمر، نوم كفاية. الرجل مش بتكبر بالصدفة، الرجل بتكبر لما تتلعب بجد. لو ناوي تطور يوم الرجل عندك، اكتب في الكومنت أكتر تمرين رجل بتحبه إيه.